بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين. خلاص المدارس على الابواب. قمنا نعمل ايه النهارده بقى؟ تعالوا نفتح حصاله المدارس. عشان نعمل ايه بيها؟ هنشتري منها شويه مشتريات للبيت لدخلة المدارس، ونشتري منها ان شاء الله لو هنجيب منها كراريس، كتب، اقلام، بصوا اللي ربنا يرزقنا بيه هنا هنمشي عليه ونجيب من اللي هيرزقنا هنا بيه. احنا ما نعرفش فيها كام. انا بعشق الحصاله دي. انا الحصاله بالنسبه لي دي وشها حلو عليا. كنت بعملها دي، عاملاها من ساعه رمضان اللي فات، من اول يوم رمضان اللي فات وانا كنت بحوش فيها. كل ما احوش فيها واحتاج فلوس اجي فتحاها. يعني عملتها للعيد الكبير بتاع السنه اللي عدت دي، اللي هي اللي فاتت دي، العيد الكبير اللي فات ده. عايزه اقول لحضراتكم كانت بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، كان فيها فلوس الله اكبر عليها، وكفت وفت معايا الحمد لله. البركه ربنا بتبقى فيها صلاه النبي فلوس كتير. هنا اتنين في موجودين هقول لكم بتوع ايه دلوقتي. وبعد كده بدات تاني احوش. قلت خلاص بقى انا خلصت العيد، انا معايا حصاله رمضان اهي، دي اللي عاملاها مع حضراتكم. طبعا في حبايبي القدام عارفين ان انا كنت عاملاها مع حضراتكم اهي، شايفين. كنت اول حاجه خالص كنت حطاها فيها كانت 50 جنيه، كانت باقيه معايا من العيديه اهي. دي كانت اول حاجه حطيتها في الحصاله، كانت باقيه من العيد الصغير، وقمت قلت لازم احطها وابدا بيها قبل ما تصرف مني. خلاص وبدات وربنا يسر كده الامر، وبقى كل ما يبقى معايا فلوس اجي حاطه. بتجيبي فلوس منين يا ام يوسف؟ بتحوشي هنا وبتحوشي هنا وبتحوشي هنا، وتجيبي كمان خزين لرمضان. بصوا يا جماعه كله ده بتسهيل المولى عز وجل. بتسهل ازاي معاك يا ام يوسف؟ بصي لو ربنا رايد الحياه الحاجات دي ما فيش حاجه ما بنسالش، بس بنسال امتى بقى؟ لما بنلاقي واحده زي ام يوسف كده ربنا بيرضيها وبتحوش كذا حاجه وبتعرف توفر وتدبر في بيتها. انا بعمل ايه يا حبايبي؟ اقول لكم انا اسرار حياتي ايه. انا طبعا قلت لحضراتكم كذا مره قبل كده، انا ازايز الزيت الفاضيه مش برميها. قولوا معايا ايه تاني؟ ازايز الميه اللي هي خلاص مش بتنفع تاني للاستخدام مش برميها. اي كرتونه قديمه مش برميها. لو عندي كرتونه شاحن، علبه كبريت، بصوا اي حاجه فيها بلاستيك كرتون مش ببيعه مش برميهم، انا بلمهم واطبقهم كويس جدا في بعض. وكنت عامله فيديو لحضراتكم كده موجود على القناه، لو عندك زباله اوعي ترميها. فدي بتجيب فلوس. احنا بنرمي اعزكم الله الزباله وهي اصلا بتجيب فلوس. فانا بعمل كده، انا الحاجات دي بلمها واجي عامله كل فتره اجي ابيعها بقى عشان ما تعملش عندي كركبه والكلام ده. الفلوس اللي تباع ابيع بيها. بصي بعت ب10 ب5 ب20 ب100، اوزع الفلوس دي على الحصالات بتاعتي دي. خلاص حبايبي، دي بس دي ازازه سبراي فاضيه، مزيل عرق حريمي. خلاص دوت فضيت خلاص اهي. قمت عامله رحت فاتحه لها فتحه هنا، دي عاملاها للفضيه بس، دي للجنيهات والانصاص بس يا جماعه. خلاص دي للجنيهات والانصاص بس. خلاص اهي بتنفع الازازه زي دي. لو عندك ازازه زي دي وفضت اوعي ترميها، دي برضو بتتباع. ده صاج وده بلاستيك. خلاص حبايبي اسمعي كلامي، ده صاج وده بلاستيك. ازازه على الازازه بتجيب رقم. خلاص ازايز الكنزات الفاضيه خليها عندك ما ترميهاش. كرتونه البيض الفاضيه اركنيها برضو ما ترميهاش. الفيديو موجود وان شاء الله اسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف ان شاء الله. الفيديو يعجبك وبتجيبي فلوس من الهوا. ولو عندك شويه عيش ناشفين وما عندكيش طيور تقدري برضو تنشفيهم وتبيعيهم. الحاجه كلها يا جماعه كل حاجه دلوقتي بقت تتباع. اسمعوا كلامي والله العظيم هتكسبوا. عايزه اقول لحضراتكم من الفيديو بتاع لو عندك زباله اوعي ترميه، من يوم ما عملته وانا شفت قنوات كتير عملت زيه، وكل واحده تطلع تنسبها لنفسها تقول ده انا دي كانت فكرتي، ده انا اللي بعملها. يا ستي بصي هي واحده معينه بعينها هي اللي عماله تقول دي فكرتي ودي وانا اللي عملت. يا ستي لا، حتى لو فكرتك بس هي اصلا مش فكرتك. حتى لو فكرتك ده انت تحمدي ربنا وتشكريه ان في ناس اتفتح لهم باب رزق منك، بس عامه هي مش فكرتك. واكيد اللي شاف عندي الفيديو اول مره وكان جايب مشاهدات عامله ازاي عارف ان لو عندك زباله اوعي ترميها. انا كنت مشهوره بالاسم ده، لو عندك زباله اوعي ترميها. كنت انا في الفيديو في القنوات القديمه اللي كانت عندي. ففعلا الفيديو ضرب وطرقع وجاب مشاهدات حلوه وجاب لي مشتركين ياما.
فبصوا انا من غير قناه اصلا انا بلم الحاجات الفوارغ دي وببيعها من غير قناه خالص، ببيعها وبمشي ظروفي وبمشي دنيتي، محتاجه حاجه اجيبها، ما عايزه مش محتاجه، ربنا ما يحوجني ولا يحوجكم يا رب، اشيلها في حصالاتي. خلاص عشان ما نطولش على حضراتكم، تعالى اقول لكم الحصاله الثانيه بتاعت رمضان اهي، دي عاملاها مع حضراتكم. انا اجلت شويه فيها الفلوس وكنت بحوش للمدرسه اهي، عشان خلاص انا في حاجات اولى من حاجات، يعني انا المدارس اللي جايه الاول، وفي حبايبي كانوا قايلين لي حوشي لنا يا ام يوسف اعملي لنا حصاله المدارس الاول، فخلاص انا دي بدام حطيت فيها الفلوس لا يمكن اطلع منها الفلوس تاني، فانا عملت حصاله المدارس من اول ما حبايبي قالوا لي متابعين الغاليين قالوا لي على القناه اللي فاتت يعني اعملي لنا حصاله المدارس، فانا عملتها. فتعالوا نسمي بالرحمن كده ونبدا مع بعض حصاله المدارس. شايفين البطاطايه بتاعتي وصلت لحد ايه؟ شايفين صلاه الزين؟ شايفين الفرع بتاعي بقى عامل ازاي؟ ولا شوفوا الله اكبر عليها جمالها، والله من غير ارض ولا اي حاجه، بشويه ميه بس، كل يوم بغير شويه الميه دول، كل يوم لازم اغيرهم. ما شاء الله بطلع ورد ورق اخضر جميل ازاي، شايفين؟ مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، استنى اوريها لكم هنا شويه اهو. تعالي يا بنتي يا ام يوسف وريها لحبايبك اهي، شايفين الورقه الخضراء بتاعتها دي اهي، شايفين اهو ما شاء الله عليها. يلا بينا بقى نفتح مع بعض الحصاله ونشوف هي فيها قد ايه. حصاله المدارس، بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، توكلنا واعتمدنا عليك يا رب، يا رب نلاقي فيها مبلغ حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. وعايزه اقول لكم انا ما بفتحهاش، يعني انا فاتحه لها هنا الفتحه اهي، حتى لسه الفلوس باظه، شايفين صلاه الزين الفلوس باظه، مفيش مكان كانت تدخل فيه تاني، فقلت الحمد لله كده رضا. وتعالوا نفتحها مع بعض. شايفين الجمال؟ اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين معايا 100 كنت احط 20 احط، شايفين؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر. صلوا على سيدنا النبي وحطوا لايك حلو للحصاله القمر دي. شايفين الجمال؟ انزلوا كده بسم الله الله اكبر، مكبوسه صلاه الزين. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، اللهم بارك يا رب اهي. شايفين فاضيه خالص اهي. وش الخير دي بحبها جدا. شايفين هما شويه فلوس ما شاء الله مش وحشين، بس ان شاء الله يطلعوا رقم حلو بامرك انت يا رب، يطلعوا رقم كويس نشتري منهم شويه مشتريات للبيت وشويه ونشوف الحاجات اللي ناقصه يعني ونجيبها. تعالوا نعد الاول الميات. بسم الله الرحمن الرحيم. المية دي انا بجيبها ازاي بقى؟ عشان في حبايبي يقولوا احنا لاقيين ال5 جنيه على دي ال200 دي كنت بايع بيهم ربابيكيا اهو، ال200 المقفولين اللي لقيتهم جوا بعض دول كنت بايع بيهم ربابيكيا، خلاص كنت بايع بيهم ربابيكيا، مفيش حاجه تكسب. حبايبي كانوا بيخشوا في الكومنتات يقولوا لا احنا بيبقى عندنا وبنتكسف نقول للراجل استنى، لا يا ستي ما تتكسفيش. الكسوف ان انت تمدي ايدك لجارتك وتقولي لها اديني، الكسوف ان انت تخبطي على اختك وتقولي لها اديني، الكسوف ان انت تبقي محتاجه ومش عارفه تجيبي منين الجنيه، لا ما فيهاش حاجه تكسف. الراجل معدي اصلا ده شغلته وده اكل عيشه، وانت ما بتعمليش حاجه عيب ولا حرام. انت كل ما هنالك ان انت بتلمي شويه حاجات متبقيه بدل ما ترميهم اعزكم الله في الزباله، بتحطيهم في كيس تاني لوحدهم وتبيعيهم. ازايز زيت فاضيه، ازايز بلاستيك فاضيه، علبه زيت فاضيه بتاعت شعر، ازازه الزيت الشعر اللي بتفضى دي بدل ما ترميها، علبه الكريم الصغيره دي بدل ما ترميها اركنيها، علب الكرتون اللي هي بتاع البوت، بصي اي حاجه تتخيليها، حتى الاكياس التقيله. استنى اوريكي اللي كمان اهو، شايفه الكيس ده؟ الكيس ده كيس تقيل، الاكياس دي بتتباع برضو. انا بعمل ايه؟ خلاص انا عندي شنطه زي دي مش محتاجاها ومقطوعه ملهاش اي استخدام، بعمل ايه؟ بطبقها لحد ما توصل حته صغننه قد كده مربع كده عشان ما ياخدش معايا مساحه، واجي عامله ايه؟ واجي بايعاه في وسط البلاستيك. ما هو الاكياس دي بلاستيك تقيل خلاص في 200 جنيه اهو. فانا ايه؟ كنت مجمعه حبه حلوين ورحت بايعاهم. ما ببيعش عيش عشان انا عندي طيور، لو ما عنديش طيور هلم العيش وانشفه وادكه في بعض حلو كده عشان ما ياخدش برده مساحه واحطه في شوال وابيعه. خلاص حبايبي، فخليكي ست ذكيه كده وبتفكري صح وتيجي عامله ايه؟ تيجي عامله اللي بقول لك عليه ده. كل الحاجات اللي بنقول عليها والافكار دي يا جماعه بتنفع جدا ست البيت. بصوا سيب الرجاله في حالها، الرجاله الله يعينها على اللي هي فيه، بيجروا ويشتغلوا وبيسعوا بصوا بايديهم واسنانهم، صلاه الزين ده في كذا 100 الله اكبر، بيسعوا بايديهم واسنانهم علشان يكفوا بيتهم وعيالهم. فاحنا نعمل ايه؟ نحاول نسندهم، احنا ما بنشتغلش بس عايزين نسندهم بايه؟ استنوا نوطي شويه، نسندهم بالافكار بتاعتنا، توفير شويه اكل،
برضو في اكل بيتباع، الاكل البواقي، الاكل اللي بتتبقى دي في ناس بيعدوا بالعربيه بياخدوا الكيلو تقريبا ب7 جنيه او ب8 جنيه حاجه كده. مش انا ما ببيعش برضو الاكل ده لان عندي طيور، بياخدوا بالكيلو خلاص. فانتي حاولي على قد ما تقدري، بقى عندك اكل وما عندكيش طيور بيعيه. حاولي على قد ما تقدري ما تبقيش اكل، اعملي الاكل على قد وجبه ولادك بحيث ان انت ما يتبقاش منك حاجه وتترمي وخساره. كل حاجه دلوقتي يا جماعه بقت غاليه غاليه غاليه. فانا بقول لك الحاجات 20 جنيه تانية كانوا ببعضها. انا بقول لك الحاجات اللي انا ماشيه عليها بقالي سنين السنين والله يا حبايبي، من غير حتى القناه ولا افتح القناه. حتى لو انا قمت دلوقتي القناه دي لا قدر الله لا قدر الله مش موجوده او خلاص سبت القناه، هعمل كده، هفضل زي ما انا ماشيه ام يوسف زي ما هي ماشيه بقالها سنين السنين على ده الحال. انا زمان ما كانش عندي طيور فكنت ببيع العيش زي اي حد بيبيع العيش، بس كان ايه اوقات كتير ما كانوش بيلفوا الناس بتوع الربابيكيا في المنطقه اللي انا كنت ساكنه فيها. يعني كنت ساكنه في منطقه يعتبر يعني كده راقيه زي ما بنقول، راقيه جدا كمان، ما كانش بيلف فيها الناس دي. فاوقات كتير كنت بحطهم في عربيه السوق عادي جدا. انا ست مصريه وشقيانه وعادي جدا، انا بفتخر ان انا الحمد لله بعمل كده. كنت باخدهم واحطهم في عربيه السوق واروح السوق. كان في ناس كده بتبقى قاعده في الشارع بيشتروا العيش ده بالكيلو او بالشويه كده على حسب ايه الموجود. فيعني كل حاجه بتجيب منها جنيه حلال انا معاها، انا معاها. فاتكلي على الله وسيبي كل يعني ما تتكسفيش ولا الكلام ده ولا تتحرجي، وما تخليش حد يضحك عليك عشان بتوع الربابيكيا برضو ربنا يهديهم على حالهم بيغشوا شويه في الميزان. تعملي ايه بقى لو انت عندك شويه حاجات ومش عارفه اذا كان هو ميزانه صح ولا لا؟ خلي كده يبقى عندك كيلو رز. انت مثلا عندك كيلو رز اهو او كيلو مكرونه، انت عارفه انه كيلو، قولي له قبل ما توزن لي الربابيكيا بتاعتي اوزن لي ده كده عشان نشوف هو فعلا كيلو ولا لا. انت في الحته دي هتعرفي اذا كان هو ميزانه حلال ولا لا. لو ميزانه حلال هيبان قدامك كده طبعا ان هو كيلو، خلاص مش حلال هتعرفي برضو هيبان. بصي بس على الميزان وخليكي مركزه عشان في حركه بيعملوها كده من تحت بيلفوا الميزان بيخلوه ايه يجيب رقم كده. خلاص اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا النبي وحطوا احلى لايك من ايديكم ودعوه حلوه من قلبكم. شجعوني بلايك علشان القناه محتاجاها تشتغل وتكبر بيكم وليكم ان شاء الله. تكون عوض يا رب على اللي فات كله. الحمد لله يا رب الحمد لله. رغم انا تعبت كتير في القناه اللي عدت دي وشقيت فيها وكنت بقعد بالليالي سهرانه افرز واعمل حاجات وفيديوهات عشان اوريها لحضراتكم، ومع ذلك الحمد لله يعني هو ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه. الربح ما اتفعلش فما نفعش، يعني كان في حاجه غلط بنتي عملتها لي فما ينفعش الربح يتحقق فيها. فانا ايه بحمد ربنا مش مشكله. فعملت دي تاني ولعل وعسى الربح يتفعل فيها ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ربنا يكرمني ويكرمكم يا رب ويرزقنا كلنا يا رب من واسع فضله وكرمه. يلا بينا بقى نعد الفلوس القمر بتاعتنا دي اهي. يلا بينا نعد. شوفوا بقى هي ميات وعشرينات وعشرات وخمسات. خلاص دي ما كانتش فيها فضيه خالص يا حبايبي، دي انا ما خليتش فيها اي فضيه. الفضيه اهي، ودي كمان فيها شويه فضيه كنت حطاهم برده في ايام اللي فاتت، بس طبعا انا قلت ايه هنوقف هنا دول ونخلينا. بس دي بقى بحط فضيه ايه مش على طول بقى، يعني انا فايض انا جايه من السوق باقي معايا 2 جنيه ما لهمش اي لازمه هوديهم فين ارميهم؟ لا اجي احطهم في الحصاله القمر دي لازم تتملي ان شاء الله لحد هنا وربنا ييسر الامر. نحاول نفتحها مع بعض. جايباها لايه دي يا يوسف؟ مش لرمضان، دي ممكن اي زنقات بقى اي وقت انا مزنوقه فيه ومحتاجه فلوس والدنيا مش احسن حاجه في اواخر الشهر اجي فاتحاها. خلاص بسم الله توكلنا على الله. 100 200 300 400 500 600 620 640 650 670 و80 و90 700 اللهم صل على النبي 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. 800 جنيه 810 820 830 840 800 اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. 850 جنيه الله اكبر عليهم. هنزل اشتري بيهم خزين شهر 9 اسفه شهر 9 والمدارس.
هنزل اشتري، احنا في 8 خلاص، 8 قرب يخلص خلاص اهو. هنزل اشتري بيهم خزين شهر 9 والمدارس. خزين اللي هنجيب ايه الخزين يا يوسف؟ هنجيب اساسيات البيت، اساسيات البيت اللي هي رز وسكر ومكرونه، ولو هنجيب علبه جبنه، علبه حلاوه، الحاجات دي كلها ان شاء الله هجيبها واصورها مع حضراتكم واقول لكم على الحاجات اللي انا جبتها. شايفين؟ نجيب شويه كراريس للعيال، نجيب، ما هو مش كل العيال عندي بقى طبعا في مدارس مفيش غير بس هو واحد بس في المدرسه، وفي ايه في تانية ثانوي. الباقي كلهم ايه اللي خلص جامعه واللي لسه في الجامعه. فبصوا فيعني الكشاكيل والاقلام لثانوي بس. خلاص يا رب ينجحهم كلهم يا رب، ويجعل كده الزغاريد في كل البيوت يا رب، اللهم امين. كده خلصنا مع بعض حبايبي النهارده فيديو النهارده، والحصاله فتحناها مع بعض. اتجرئي وقوي قلبك وهعملي حصاله، بس المهم ما تمديش ايدك عليها. الحصاله انوي كده والنيه لله ان الحصاله اللي انت هتعمليها هتبقى للميعاد اللي انت قلتي عليه في نفسك، وتعمليها وترميها بعيد عن ايديك. انتوا عارفين ان انا حاطه دي فين؟ انا هقول لكم بقى. انتوا عارفين دي انا حطاها فين؟ انا لسه اصلا جايباها من ضرفه الدولاب، اللي بصوا انا حطاها تحت البطاطين عشان ما افكرش احط ايدي فيها. ليه بقى؟ عشان الحاجه طول ما هي قدام عينك هتقولي يا انا محتاجه دلوقتي فلوس، انا اخش افتح الحصاله واجيب منها. لا ما تعمليش كده. شوفوا شنطه اهي، شايفه الشنطه دي؟ شنطه قديمه عندي اهي، عامله فيها ايه بقى عشان ما انساها وما افتحش منها اي حاجه ولا امد ايدي عليها غير لما اكون عايزه احط فيها فلوس. وانا ايه ببركه ربنا الحمد لله انا عندي ايه عزيمه، ما بمدش ايدي على الحاجه اللي خلاص عملتها واجي اقفل عليها كده. شايفين؟ اقفل على بقها كده اهي، واجي مخبيه بقها كده لجوه اهي. ودي محطوطه تحت البطاطين والله بهذا الشكل، والله بهذا الشكل فعلا اهو. خلاص وقت ما بكون عايزه احط فيها فلوس اجي فاتحه اهو عشان ما تغرنيش، عشان الفلوس اللي جوه ما تغرنيش. شوف انا عامله اصلا الفتحه فين؟ فوق. اجي عامله كده اخد الفلوس واجي مسقطاها هنا. فدي كنت ركناها شويه لحد ما اكمل حصاله المدارس، والحمد لله كملت على خير وربنا قضاها من عنده. هو البركه من عندك انت يا رب. شكرا يا رب على كل اللي بتديهولنا. ان شاء الله نفتحها مع بعض قبل رمضان. دي عاملاها ليا ام يوسف، هنجيب منها اليميش ونجيب منها حته لحمه حلوه للعيال، اللحمه المفرومه. خزين رمضان احنا مشغلين في خزين رمضان من دلوقتي، وطبعا جبنا الطيور اللي هناكلها ان شاء الله في رمضان، ناكلها على خير وفي خير يا رب، وكلنا يا رب نكون في صحه وسعاده وهنا يا رب، اللهم امين. خلاص اهي شايفين كل الفلوس، اللهم بارك. صلاه الزين يا رب يرزقنا جميعا يا رب من واسع فضله وكرمه، ويرزق الجميع وكل اللي نفسه في حاجه يا رب ربنا يرزقه بيها. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش ام يوسف حبيبتكم في لايك واشتراك ودعوه، اهم حاجه من قلبك، ولكم بالمثل مع الف سلامه.